السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم حاجة جميلة وجديدة ومختلفة علشان حبيبة قلبي بقى حنون بنت أختي جات لي النهاردة، وهي أنا عارفة طبعا بقى إن هي بتحب إيه، بانكيك قوي. فقلت لها يلا بينا يا حنون، إيه رأيك يا حنة بقى أما أعمل لك بانكيك النهاردة؟ بجد البانكيك بتاع خالته تحفة جدا. ماشي يا قلبي، هنبدأ بقى سوا أنا وإنتي وهنقول إيه المقادير واحدة واحدة. هنا المقادير بتاعتنا، هنجيب اول حاجة بيضتين، فانيليا، بيكنج باودر، رشة ملح، معلقتين كبار سمنة وهنسيحهم، نص كوباية سكر وكوباية لبن ونص كوباية مية وكوبايتين دقيق. هنبدأ مع بعض. هنجيب البيض بتاعنا البيضتين نكسرهم وهنضيف عليهم الفانيليا طبعا اول حاجة. زي ما انت حابه، عايزه تحطي كيسين فانيليا براحتك، عايزه 4 اكياس. انا بحب احط بصراحه 4 اكياس لانها ما بقتش شديده يعني زي الاول. هنخلط البيض بتاعنا كويس وهنضيف رشه ملح، يعني حوالي ربع معلقه كده صغيره، والمعلقتين السمنه اللي هم الكبار مسيحينهم يعني ما يبقوش سخنين. وهنقلب بقى كل الخليط ده، وحنين بقى هي الجميله بتقلب معايا. دلوقتي هنقلب البيض مع ونضيف السكر. السكر كده مع الخلطة بتاعتنا. وهنا ضفنا معلقة بيكنج باودر، معلقتين صغيرين يعني زي معلقة كبيرة. وهنضيف معاهم ايه بقى يا حنين؟ دلوقتي بقى هنضيف اللبن، كوباية لبن. واحدة واحدة يا حنون بقى عشان ايه ما يتدلدقش منك. نقلب بقى والراحة. ايه بقى اكتر حاجة في الحلويات يا حنين بقى بتحبها من خالتك؟ البانكيك بصراحة تحفة. حبيبتي يا نونة. وهنا انا خدت بقى ان انا اقلب منها شوية عشان ايديها وجعتها. البانكيك ده يطلع جميل عشان حنين هي اللي عاملاه. حبيبتي خالته. وهنا هنضيف نص كوباية مية برضو، بنقلب كده الخليط واحدة واحدة اهي. نقلب والراحة. بعد كده هنضيف الدقيق. نضيف الدقيق تدريج شوية مع بعض. وهنقلب والراحة. وهننزل بالدقيق بالتدريج عشان ما يعجنش. برافو عليكي يا نونة. حبيبتي. هنا بقى هاخد اقلب منها شوية عشان احنا مش عايزين نتعب، احنا عايزين ناكلها حاجة حلوة. وهنا دمجنا الخليط كله مع بعض ولقينا ان العجينة خفيفة شوية، فهنضيف لها نص كوباية دقيق تاني عشان يبقى القوام بتاعها مظبوط زي ما هوريه لحضراتكم دلوقتي. وكده خلصت معانا العجينة. هنبدأ بقى نعمل هنزين العجينة بايه، اللي هي البانكيك بايه. جبنا فراولة وموز، هنقطع الموز زي ما حضراتكم شايفين كده شرايح. يلا يا حنون قطعي وريني. دلوقتي بنقطع الموز عشان نزين بيه البانكيك. بتحبي الموز اكتر ولا الفراولة يا حنون؟ لا، الفراولة. ده هاكلك بالموز بقى. ولا عشان انتي اللي عاملاها يعني بقى؟ لا طبعا. دلوقتي بقى بنقطع الفراولة، نقطعها شرايح رفيعة. ما قلت بقى اقطع معاها عشان هي عمالة تاكل في الفراولة وهي واقفة فهتخلصها لي. هنقطع الفراولة شرايح برضو رفيعة كده، وفي شكل هنعمله نزوقه مع بعض. هنجيب الفراولاية هنشرحها كده بالراحة مش لحد الاخر زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين هندوس عليها ضغطة كده ان هي بتعمل زي وردة كده.
هنا قطعنا الموز والفراولة. هنبدأ بقى نجيب الشوكولاتة. نوع الشوكولاتة ده جميل جدا، اسمه ماكستيلا. ده بديل النوتيلا، اللي هو يعني ارخص شوية من النوتيلا، بس جميل جدا وطعمه جميل بالبندق. وهوريكم ازاي بقى نسيحها مع بعض. هنا جبنا طاسة وضفنا ليها الشوكولاتة، طبعا موطين النار جدا، وهنضيف يعني معلقة من اللبن كده، وهنحاول ان احنا ندوبهم مع بعض، والنار تكون هادية جدا عشان نسيح الشوكولاتة. وهنقلب واحدة واحدة. هنضيف شوية لبن كمان، نحس انها تقيلة معانا، نضيف شوية لبن كمان، حوالي معلقة ومعلقتين لبن. كل ده على نار هادية. نقلب بالراحة عشان هي دي اللي هزين بيها مع الفاكهة يعني. والقوام بقى اللي انت حباه تبقى تقيلة، حباها تبقى خفيفة. هي احسن حاجة ليها تبقى وسط عشان تعرفي تزيني بيها، تبقاش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. هنضيف حبة لبن كمان، معلقتين لبن تاني عشان لسه تقيلة قوي معانا. هنقلب بالراحة برضو لحد ما القوام اللي احنا عايزينه يبقى كويس معايا. وزي ما حضراتكم شايفين كده القوام ده جميل جدا. دهنا الطاسة بالسمنة كده رشة خفيفة قوي. هنضيف عليها عجينة البانكيك، وعلى نار برضو متوسطة عشان تستوي معايا كويس. هنا هيظهر فقاقيع كده معايا اللي هي بتاعت العجينة كده، يعني بتعرفني ان العجينة قربت تستوي. هستنى شوية عشان لما اقلبها ما تبقاش يعني سايحة معايا. حاول كده فكها من الجناب، هي مش لازقة اساسا، بس انا بلفها كده. كل ما تعمل الفقاقيع دي كده يبقى استوت من الجنب التاني. هتبص عليها تشوفيها بحيث ان ما تتحرقش منك. هضطر اقلبها كده على الجنب التاني. ولازم السمك بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده، برضو مش رفيع ولا تخين قوي، يبقى مظبوط يعني متوسط. هنا استوت معايا، هطلع اول واحدة والباقي كله هعمله بنفس الشكل كده برضو. هدهن الطاسة كده رشة سمنة بسيطة، وهضيف عليها عجينة البانكيك، وهلفها في قلب الطاسة لفة بسيطة كده. ما تبقاش الطاسة كبيرة، عايزينها الحجم ده كده. وهنا ظهرت الفقاقيع كده، يبقى قربت تستوي معايا لحد ما تظهر في العجينة كلها. هبدأ اقلبها بقى على الجنب التاني عشان تستوي برضو. وهنا سوينا البانكيك بتاعنا، وهنبدأ بقى نزينه زي ما احنا حابين. الفاكهة بقى اللي انت حباها مع الشوكولاتة، زي ما انت حابة. عايزة تحطي الفراولة زي ما قلنا، تحطي الموز، عندك فاكهة تاني براحتك اللي يعجبك. هنقول بقى القمر هتيجي تزوقها معايا. هنحط اول واحدة بانكيك بقى. حنة قولي لي هنعملها ازاي بقى. كده نحط الشوكولاتة. ده صوص الشوكولاتة اللي احنا سيحناه. دلوقتي بنحط الفراولة على الحروف بتاعت البانكيك، ونحط واحدة في النص، ونضيف الطبقة التانية من البانكيك وعليها الشوكولاتة. دلوقتي بقى نحط الموز زي الفراولة بالظبط. فدلوقتي خالته جت ساعدتني. برضه هنحط طبقة تاني، بس يعني هنخلطها بقى ما بين الفراولة والموز كده عشان على حسب ذوقك، زوقيها زي ما انت حابة. دي الطبقة الأخيرة. برضه بنص الفراولة على الأطراف كده. وهنجيب بقى الفراولاية اللي انا قلت لحضراتكم عليها، شكلها دي جميل كده عامل زي الوردة، ونحطها في النص. وهنضيف بقى
الشوكولاته اللي احنا الصوص اللي احنا سيحناه بالشكل كده زي ما حضراتكم شايفين، هتدي شكل جميل جدا. وهنا بعد ما ضفنا صوص الشوكولاته هنضيف الفرماسيه على الوش كده عشان نسويه يبقى شكله جميل. وفي كرات شوكولاته فضي جميله برضو بجيبها من عند العطار، هنضيفها عشان تديني الشكل الجميل ده. وبألف هنا وشفا، احلى بانكيك جميل ونضيف، طبعا ضمناه اكتر من بره، والطعم جميل جدا والشكل زي ما حضراتكم شايفين. بجد يا جماعة طعمه تحفة بجد والله، بجد دخلتوا احسن واحد بتعمل بان كيك. كل ده عشان خاطر عيون حنين، عشان حنين دي بنتي اصلا. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. بس كده، سلام. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.